وانت داخل اي مجال جديد في حاجات كده لازم تبقى واخد بالك منها. يا مساء الفل. وانت داخل اي مجال جديد بتبقى في حاجتين قدامك لازم تبقى واخد بالك منهم قوي. اول حاجه وهي ان في ناس كتير قوي بتبقى او في شركات بتبقى عايزه تقتلك وتاخد كل اللي عندك ببلاش، ان كان بقى فلوس قليله جدا ما تستحقش ان انت تاخد او تدفع فيها الكلام، او ان انا اروح مشواري اغلى من المرتب اللي انتوا بتديهولي. او الجزء التاني اللي انت يعني ناس كتير قوي بتفكر في الموضوع، طب الاكسبيرينس هاخدها ازاي وانا محتاج تدريب، محتاج اتدرب، محتاج اخد كورسات، محتاج انزل شغل، محتاج اتبهدل شويه. طيب خلينا نحسبها، هو المفروض اعمل ايه وما اعملش ايه؟ وهديك حاجه من اللي انا اتعلمتها عامه يعني. اول حاجه ما تقبلش بالمرتب اللي هو ضايع خالص، يعني ما تقبلش بناس تقول لك تعالى اشتغل ببلاش. وفي ناس كده، في ناس ممكن تقول لك تعالى اشتغل عندي ببلاش، اصلا انا هدربك، اصلا انا هعلمك الكلام ده كله، بالذات الشركات اللي لها اسم كبير يقول لك انت كفايه ان انت شغال في اكس. فما تاخدش الموضوع بالشكل ده، هي ما بتتاخدش كده خالص، ما فيش حاجه اسمها اصلا انا كنت شغال في اكس. هي بتتاخد بالبروفايل بتاعك اللي انت بتبعته في الشركات، عمرها ما تقول اصل هو كان شغال في اكس. لا، هو كان شغال في اكس ده لما كان تايتل، فهو هياخد باله منك لما تبقى تايتل كبير. اما انت لو انت مش تايتل محدش هياخد باله منك اصلا. فانت الحل الوحيد ان انت تاخد بالك من نفسك وتاخد بالك من اللي انت محتاجه دلوقتي. يا وليكن مثلا لو انت السعر بتاعك في السوق 10000 جنيه، انت ممكن تتنازل وتاخد 8، ممكن تتنازل وتاخد 7.5. ليه؟ عشان انت لسه بتتعلم، لسه جديد، لسه بتتعلم. بس ما ينفعش تبقى انت اصلا سعر الشغلانه في السوق الجينيور بتاعها بياخد مثلا 8 9 وانت تاخد 2 او تاخد 3. ده مواصلاتك يا صاحبي، فما تعملش في نفسك كده. الحاجه التانية، هل المفروض اجي على حساب الفلوس عشان الخبره؟ بص، خلينا نقول ان اي حاجه في الدنيا مقسومه على 3. اي شغلانه، يعني اي شغلانه مقسومه على 3. اول حاجه وهي ان انا الفلوس طبعا، لان احنا بنشتغل اغلب يعني كل حاجه احنا يعني الحياه 99% و9 من 10 زي دي تقول كده هي الفلوس يعني. والحاجه التانية الاكسبيرينس، ان انت بتتعلم حاجه وان انت بتاخد حاجه كبيره يعني في الكارير بتاعك. الحاجه التالتة وان انت شغوف بالحاجه دي، فانت بتستفاد حاجه جديده بقى، حاجه جديده يبقى بتستفاد اكسبيرينس وبتاخد فلوس وبتتعلم من الناس اللي حواليك عشان تبقى فاهم كوميونيكيشن. فانت عندك 3 حاجات: هتعلم، بيئه العمل اللي انا عايش فيها واللي انا الكوميونيكيشن سكيلز بتاع اللي عندي والناس اللي انا مرتاح معاهم والناس دي بحبهم والكلام ده كله. والحاجه الثالثه اللي هي الفلوس. فانا ممكن اجي على الفلوس واجي على الكوميونيكيشن عشان اتعلم، ده في البدايه. في النص ممكن اجي على التعلم وعلى الكوميونيكيشن محتاج الفلوس، وهكذا. ليه بقى الحسبة دي بتتحسب ازاي؟ بتحسب على حسب الشخص نفسه. انا مثلا في وقت ما كنت عندي أزمة نفسية في البيت. فانت ما ينفعش تبقى عندك مشكلة في البيت وفي الشغل، فانت لازم يبقى عندك مشكلة في حتة واحدة بس عشان تعرف تكمل يعني. دي حاجة. طيب انا عندي مشكلة في الفلوس، انا مثلا كان عندي مشكلة في الفلوس في وقت ما، فانا المفروض هاجي على الحاجتين التانيين عشان انا محتاج فلوس، في اولويات وفي حاجات كتير، فبتختلف من شخص للتاني. فما تاخدش الكلام كأنه مصدق مش قرآن، هو الموضوع نسبي بحت على كل شخص مننا. لكن نرجع تاني نقول ان انت بما انك لسه في البداية فانت محتاج تتنازل كتير شوية، لان انت لسه ما عندكش البروفايل الكافي، ما عندكش الشغل الكافي اللي انت تتكلم بيه مهما كانت الموهبة اللي عندك. تعال بقى نتكلم على الجرافيكس والماركتينج عامة. الماركتينج في ناس كتير قوي في الفيلد ده بيجي لها الايجو بقى، الايجو بيمسكه، ما تعرفش اشمعنى يعني.
اشمعنى المجال ده الايجو عالي قوي؟ يعني ما تلاقي فيه ديزاينر عرف يكتب تايبوجرافي خلاص بقى هو بقى اجمد واحد في الدنيا، واحد بيرسم فهو بقى اجمد واحد، اجمد رسام في الدنيا، بعمل عظمه. يا جماعه العظمه لله، ما فيش حاجه اسمها كده. هو الحاجه اللي عندك دي هو ربنا هو اللي اداها لك، يعني ما كنتش هتعرف تعمل الربع اللي انت فيه ده الا لو هو اصلا ربنا اللي سألك الموهبه وسألك مخك ده. بكره الصبح لو ربنا عمل كده هيخفيك تماما ولا كأنك عارف تفكر اصلا. فانت احمد ربنا، ما تتنكش على الناس اللي تحتك، لان انت كنت واحد منهم في وقت ما وكنت محتاج حد من الناس الكبار تتكلم معاهم عشان اصلا يدلك. فحاول تدل وحاول تتواضع كده لله مش لحد، تتواضع لله عشان ربنا يرفعك اكتر. وفي حاجة كده نصيحة هقولها لك، نصيحة أخوية. يمكن أنا كنت شاطر وكنت بدي كل اللي عندي وبعمل حاجات كتير جدا كويسة، وكنت الكارير باس بتاعي رايح في حتة كويسة جدا. بس لما بدأت أدي تدريب للناس وإن أنا أبدأ أساعد أصلا الجرافيك ديزاينرز الصغيرين، وإن أنا أدي ورش وإن أنا أساعد الناس بدون مقابل، بدون مقابل، ربنا وسع من رزقي. ليه؟ عشان انت ساعدت الناس، فربنا اللي هيساعدك. ربنا اكبر بكتير من ان انت تساعد الناس. فانت بتؤجر على كل حاجة بتعملها، فحاول تساعد نفسك. انا بعتبرها كده، حاول تساعد نفسك بمساعدة الناس، لان كل ما بتساعد ناس اكتر كل ما ربنا رب الناس بيساعدك اكتر. ولو محتاج اي معلومة، انا احمد رملاوي كرييتيف دايركتور، بتكلم عن الجرافيكس والبراندنج والاي اي. سلام.